الأستاذ في الصالون يا ست هانم. مساء الخير يا جوجو. مساء الخير يا هدود. اتأخرت عليك شوية معلش. ولو كنت أنا اللي عملتها. بس أنا تأخيري ده كان عشان خاطر عيونك. تبقى ازاي بقى الحكاية دي؟ أصلي لفيت على 3 أجنسات عشان عاوز أشتري عربية جديدة. ولقيتي حاجة تعجبك؟ لقيت، لكن مرضتش اتفق قبل ما تشوف انت العربية وتوافق عليها. انت عارفة أنا ما فهمش إلا في الحناطير. أصل جدي عمره ما استعمل غيره. كفاية يعجبك شكل العربية والباقي عليا. خلاص وهو كذلك. هديك بقى شيك تصرفه الصبح من البنك وتفوت عليا نروح سوا الأجانس. اتفقنا. صرفت الشيك؟ أبدا. أنا مش قلت لك تفوت على البنك قبل ما تيجي؟ فوت على البنك. مش فاهم. البنك رد الشيك علشان مفيش رصيد كفاية. للدرجة دي يوصل استهتار رفيق؟ هو يقدر يصرف حاجة من البنك من غير إذنك؟ لا ما يقدرش. أمال إيه الحكاية؟ الحكاية إنه ضرب الإيراد في جيبه بدل ما. غدا قلب الليل مع نجيب محفوظ، محمد متولي، عمار الشريعي، وحسين الصعيدي في قلب الليل. إذاعة الشعب من القاهرة تدعوكم إلى هذا اللقاء اليومي. قلب الليل. قلب الليل مع نجيب محفوظ. القصة محمد متولي. الإعداد عمار الشريعي. الموسيقى وحسين الصعيدي. الإخراج. لا ملوش لزوم الإجراء العنيف ده يا هدود. هنسكت عليه لحد امتى؟ لحد ما يقول لي ان البيت والغيط بتوعه وانا ماليش حاجة عنده. أنا رأيي إن الواحد ما يسلكش طريق الشر إلا بعد ما ينسد في وشه طريق الخير. وهو ده يبقى اسمه شر لما الواحد يدافع عن نفسه؟ بلاش الشر، نسميه مثلا العنف. وسلام ايه ده بس اللي هينفع مع رفيق بعد كل اللي عمله ده؟ مش هنخسر كتير لو ندور على الطريقة اللي بيها تحافظي على حقوقك من غير ما تروح النيابة. وانت طبعا ما انتش عارفة ظروف ابن عمك ايه بالظبط. قول لي انت بقى يا شاطر اتصرف ازاي؟ المفتاح اللي في ايدينا دلوقتي يفتح لنا باب اختك وجوزها. هما اللي بيدافعوا عن رفيق وهما اللي عليهم حل المشكلة. ما تنساش ان أبلة وجوزها هما اللي سكتونا عنه لغاية ما دخل بحماره، وهو عايز ينهبني اهو عيني عينك. وما تنسيش كمان ان اللي عمله لسه ما بقاش جريمة، لانك انت ما طلبتهوش وقالك مالكيش حاجة عندي. اللي يسمع كلامك ده ممكن يقول انك معاهم عليا. اللي تحسبيه بقى يا حبيبتي. طيب انا هروح اكلم أبلة هي واسماعيل بيه، لكن انا مش هسأل عن حد بعد كده. كده صح. نتغدى سوا وبعدين اروح له. الحقيقة يا هدى هانم انت عملت اللي عليكي وزيادة. ما تتكلم يا أبلة. اتكلم اقول ايه بعد رفيق ما خلى رقبتي قد السمسمة؟ لازم نوقفه عند حده مادام اخل بالشرط. طب قول لي انت نعمل له ايه بس؟ اولا لازم يسلم هدى هانم ايراد الموالح ده فورا، والا يتعرض لتهمة خيانة الامانة. يعني ايه؟ يتحبس؟ دي النتيجة الطبيعية. يا دي الفضيحة. وفي الحالة دي محدش يقدر يلوم هدى هانم. هو انا مش هقدر اصبر على رفيق اكتر من كده. اطلبيه في التليفون يا برلانتي. حاضر. الو. نعم، مين اللي عاوزه؟ رفيق بيه مش موجود يا ست هانم. لا ما قالش هو رايح فين، والله ملوش ميعاد. حاضر يا فندم. مين يا سعدون؟ ست برلانتي هانم. قالت لك ايه؟ بتقول اسماعيل بيه عاوز حضرتك ضروري. طب انا مش هنا كل ما تسأل برلانتي هانم او هدى هانم او اسماعيل بيه، مفهوم؟ واخد بالي يا بيه. خلينا هنا بقى يا رفيق.
ايوه. انا فتحت ب5 جنيه. باص. وانا باص يا سيدي. وانا جيت. اديني 2 كارت. كارت واحد. زيه. 5 جنيه كمان. انا مش هنا. 25 جنيه. الصل. شفتك. معاك ايه؟ 4 قاس. احسن من 4 8. صلك كام؟ تشيله كله. الحظ ده عجيب. فضينا المولد، اتفضلوا بقى. مش اصول ده يا رفيق، الوقت لسه واحنا خسرانين. تفتكر اعمل ايه اذا كنت فلست؟ احنا غلطانين اللي بنيجي هنا. المركب اللي تودي. بلاش طولة لسان من فضلك. يا جماعة مالوش لزوم يا رضا، يلا بينا. مع السلامة. اهلا سعاده البيه. ازيك يا سعدون؟ الحمد لله يا بيه. رفيق بيه مش هنا؟ موجود يا فندم. طيب قول له ان انا عاوزه. مين يا سعدون؟ اسماعيل بيه عاوز سعادتك. انا مش قلت لك اللي يسأل عني انا مش هنا؟ كلام حضرتك كان على اللي يسأل في التليفون. مفيش مخ. واسماعيل بيه دخل على طول من غير ما يسأل ان كنت حضرتك هنا ولا مش هنا. نهايته. طيب اهلا وسهلا. انت فين يا راجل؟ انت فين؟ انا تحت النظر. احنا في الحقيقة من امبارح بندور عليك. ما قاليش ساعدوني الا دلوقتي بعد سعادتك ما شرفت. بندور عليك عشان نفض المشكل اللي بينك وبين هدى بنت عمك. ولا مشكل ولا حاجة. هي ملهاش حساب عندك؟ ايوه هي لها حساب الموالح وغيره كمان، لانها راحت البنك لقت رصيدها 0. ايه 0 ده ايه؟ المهم انها راحت تصرف شيك ما انصرفش. على كل حال الحساب يجمع. على الاقل كنت وردت حساب الموالح. ما لحقتش اورده. طيب ادهولي وانا هسلمه لها. المبلغ ده ضاع وهي اللي مسؤولة. ايه ضاع ازاي؟ اتنشل مني. مالكش حق بقى يا رفيق بيه. ما هي غلطتها يا اسماعيل بيه، لانها لو كانت رضيت وخدته ما كانش اللي حصل. وبعدين بقى في الخلافات اللي ما بتنتهيش دي. الخلافات دي ما كان لهاش وجود قبل ما تعرف الولد صبي المغني ده. وهي اللي بتوجدها ولا انت؟ هي اللي بتوجدها. طيب يعني نحل الموقف ده ازاي؟ من جهة الحساب العمومي لسه وقته ما جاش، لان ده بيحصل مرة واحدة بعد محصول القطن. وحساب الموالح ده اللي عليه الخلاف. تديني فرصة كام يوم لغاية ما ادبر لها المبلغ ده. وهيدبر المبلغ ازاي بس؟ هيجيب منين يعني؟ اسأليه. ايه اخر التعب القلب ده بس يا ربي. هدى مصممة تبلغ النيابة ضده إذا ركب راسه وفضل زي ما هو. طب وبعدين يا سيدي؟ ولا قبليه نفوت الأزمة دي مؤقتا. اتصرفي. مفيش بقى إلا إني أديله المبلغ ده يسدده لها عشان ياخده آخر ويتصرف فيه. أمال أتصرف إزاي يا اسماعيل؟ برلانتي انت مسؤولة انت واختك عن شخصية رفيق الغلط دي. ما هو برضه يا اسماعيل ده اسمه ابن عمنا برضه، مش معقول نسيبه يضيع. ما هو انتوا اللي بتضيعوه بتدلعكم الزايد ليه ده اللي ما حدش يصدقه ولا يتصوره. احنا دلوقتي في الخلاف على حساب الموالح. تديه بايدك لاختك على اساس انك استلمتيه مني. طيب خدي يا هدى. بتوع ايه دول يا أبلة؟
ده حساب الموالح، سابهولك عندي رفيق. انا دلوقتي مش في حساب الموالح، انا في الايرادات اللي بديتها. اسماعيل بيه هيحاسبه بالنيابه عنك، وهيجيب لك كل اللي تستحقيه على داير مليم. يجيبه منين بس؟ اذا هو ضيعه. انا رحت سالت في البنك ما لقيتش غير 160 جنيه وقروش. انا ضمنالك كل حقوقك يا هدى. يعني هتسددي لي بالنيابه عنه؟ لو حوجت هعملها. وانت ذنبك ايه بس يا ابله؟ بقول لك لو حوجت. ما ينفعش كده يا ابله، دي ما بقتش شفقه بابن عمنا، ده بقى تغفيل مننا. طب قولي لي بس نعمل له ايه؟ لازم نوقفه عند حد. الصبر طيب يا هدى. انت كمان يا جوجو مسؤول عن اللي بيعمله معايا رفيق ابن عمي. طب ايه وجه مسؤوليتي؟ رفيق لو عارف انك جنبي كان يعمل لك حساب. ما انا جنبك اهو. عاوز تستعبط؟ لا ابدا، انا فاهم غلطك، بس لسه الاوان ما انش. وامتى هيقوم؟ اسمعي قبل الحته دي. انا بحب اسمع لك، لكن قبل كده تجاوبني على سؤالي. صبرك عليا شويه يا هدى. الصبر مش معناه ان الواحد يستسلم للايام ويقعد ساكت، لازم نعمل حاجه. اصل الجواز ده خطوه عايزه شويه استعداد يا هدى. انت خايف من ايه؟ انا مش خايف. تكلمني بقى بصراحه وتقول لي انت ناوي على ايه. غدا قلب الليل مع نجيب محفوظ، محمد متولي، عمار الشريعي، وحسين الصعيدي في قلب الليل. قلب الليل. قلب الليل مع نجيب محفوظ. القصة محمد متولي. الإعداد عمار الشريعي. الموسيقى وحسين الصعيدي. الإخراج هدى حبيبتي، أنا طبعا ناوي على الجواز لأني بتمناه طبعا، بس في الوقت المناسب. بلاش الكلام المطاط ده. انت مش واثقة من حبي؟ قلبي بيقول لي كده. طيب خلاص، لكن حكاية الوقت المناسب دي مش مناسبة عندي. ما هو لازم أكون مستعد للخطوة الجريئة دي زي ما سبق وقلتلك. تفكيرك ده معناه إنك بتعمل فرق بيني وبينك، مع إن المفروض إن اللي ليا ليك واللي ليك ليا. طب إذا كنت أنا بقى ما عنديش حاجة؟ أنا عندي. يعني إيه؟ عايزة الناس يقولوا عليا جوز الست؟ ما حدش بيخلص من كلام الناس. اللي له غرض يعيب على الورد بيقولوا إنه أحمر الخدين. لا بلاش مغالطة. ده مش كلامي أنا يا هدهدة يا حبيبتي، أنا يا دوب عايش من الكام سهرة اللي أنا بشتغلهم مع شكرون، وأنت عندك فيلا وطباخ وسفرجي وسواق وعربية وغيرهم. فكرتني، عاوزين نروح بكرة نشتري العربية إياها. لكن أنت ما قلتليش إن رفيق ردلك الفلوس. ما هو مردش حاجة. أمال هتشتري العربية بإيه؟ عندي كام حتة ألماس حرهنهم. الله، ليه وجه الاستعجال ده؟ مزاجي إن اشتري العربية دي عشان عجباني قوي. بس دي هتبقى بداية مش كويسة لمشروع الجواز اللي انت عايزاه، وكمان ده هيحطني في موقف ما يرضاهوليش لا عدو ولا حبيب. يعني أنا ما بحبكش؟ لا، تقديري طبعا إنك بتحبيني. هو أنا راضية بيك زي ما أنت كده. طب فكري شوية. فكرت كتير. لو تفكري أكتر هتعرفي إن العواطف لما بتولع بتحرق. دي بقى فلسفة ملهاش لزوم. اسمعي يا هدى، نخليها على بلاطة بقى ونسأل. إزاي واحدة مصروفها زيادة عن 100 جنيه ترضى تتجوز واحد ما بيتحصلش إلا على 5 جنيه في الشهر لما كمان يكون عنده حظ؟ ومين قالك إنك هتفضل في شغلك ده؟ لا،
اوعي تفكري ان انا هقبل اشتغل مطرح رفيق ابن عمي. الحكايه دي ما خطرتش على بالي ابدا. طيب حللنا الفزوره دي بقى. انت هتدخل كليه الحقوق عشان تكمل تعليمك. دي مجرد اماني. دي حقيقه وهتحصل. انت بالشكل ده بتصعبيها اكتر. ابدا، انا هتكفل بكل حاجه، وكل قرش هصرفه هاخد عليك وصل بيه. وابقى انا بقى المفلس اللي يغلب السلطان. انت بعد ما تتخرج هتشتغل محامي وهتبقى محامي عظيم. واخد في القضيه 1000 جنيه واسدد لك الالوفات اللي عليا في سنه واحده، مش كده؟ وليه لا؟ طب اديني فرصه كمان علشان اشاور علي. فرصه قد ايه؟ ولو حتى يوم واحد. بس انت لما بتفكر بحتار لك ازاي. بسيطه يا هدى، بسيطه قوي. تضربي لي تليفون في النادي. لو انا مش هناك سيبي لي خبر مع عامل التليفون اسمه مرسال. تليفون يا استاذ جعفر. الحق. الو. وحياة عيونك انا ضربت لك 3 تليفونات، كل مرة السنترال يديني نمرة غلط. خلاص هانت يا حلوة. والله كلها كام يوم وهيجي التليفون الاوتوماتيكي ونستريح من بنات السنترال دول. لا خلاص انا تحت امرك، اجيلك بس اديني عنوان الاجانس. عارف الشارع. طب هتكوني هناك امتى؟ خلاص هجيلك هناك الساعة 5 بالدقيقة. أورفوار يا هدودة. ايه عايزاني اروح لها الاجانس؟ يا راجل ما ترفضش النعمة. انا في الحقيقة عين في الجنة وعين في النار، وانا عارف انك مش سفيه عشان تختار النار. انت اصلك مش فاهمني. صحيح انا مش فاهمك من حيث انك تجري ورا واحدة حافية زي مروان الله لا يعود ايامها، بينما انت النهاردة واقف ومش عاوز تتحرك وانت قدامك الجمال والنعيم ده كله. مش ده الموضوع يا شكرون، مش ده الموضوع. انا مش ببص للنعيم اللي بتقول عليه، انا قصدي بالجنة كوني هقدر اكمل تعليمي. هي البيئة على بعضها كده كويسة. ولو انها هتبعدنا عن دنيا الفن. فن ايه انت راخر؟ فن ايه ده لما باكلش عيش يعني. الفن ما يبقاش فن بحق وحقيقي الا لما الواحد يمارسه لذاته. انت دلوقتي بتغني وترد على روحك ازاي؟ عشان انت بجوازتك دي هتقدر تمارس فنك لذاته، هتغني لروحك والروح الفؤاد يا جميل. يعني ايه؟ اتشجع؟ ده انت بالجوازة دي هتضرب عصفورين بحجر. ليه؟ عشان جدك لما هياخد خبر بيها هيرضى عنك وهيرجع شروط الوقف زي ما كانت. ومين هيقول له؟ انا طبعا. جوازة ايه اللي بتقول عليها دي يا شكرون؟ العروسة بنت صديق بيه اللي كان محافظ، يعني اصل ومال وجمال. يا سيدي ربنا يهني سعيدة بسعيد. بقول يعني لو سيادتك تبارك جوازها. قول لي قبله، ازاي حالك؟ الحمد لله الف حمد. الشغل ماشي كويس؟ ماشي كويس. والصحة كويسة؟ زي ما انت شايف سيادتك. صدق الله قال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. أنا شايف صحة سيادتك بسم الله ما شاء الله. بتهيالك. ده أنا هقول لك عن إذنك لأني قاعد معاك غصب عني. سبع ولا ضبع؟ ما عرفتش أكلم جدك عشان صحته مش ولا بد. خسارة، كنا عايزين بركته تحل معانا. انتوا ناويين تعملوا هيصة وتفاريح؟ مالوش لزوم شغل الناس الفاضية دي. الكلام ده على حساب صناعتنا يا أستاذ. معلش يا شكرون يا أخويا، معلش أنا قصدي إن المية ما تتباعش في حارة السقايين. هنعمل إيه إزاي أمال؟ نجيب مرسال يبقى الشاهد التاني معاك يا شكرون، ونروح نعقد العقد عند المأذون اللي في شارع الأزهر. أبلة برلمتي، باركتوا للعروسة ولا لسه؟ عروسة ايه يا رفيق؟ الست هدى هانم اخت حضرتك. جبت الكلام ده منين؟ العصفورة قالت لي. يظهر العصفورة بتاعتك دي بتحب تهزر. انتوا مش مصدقيني ولا ايه؟ طب اتجوزت مين؟ هو في غيره يا أبلة؟ وامتى ده حصل؟ امبارح.
راحوا كتبوا كتابهم عند واحد مأذون في شارع الازهر. يبقى خلاص يا رفيق بيه، كفى الله المؤمنين شر القتال. لو رحمة بابا انا لا يمكن اسلم. انا لازم انقذ شرف العيله اللي ضيعته هدى بنت عمي بجوازتها. الاحسن تخليك راجل عملي وبلاش الكلام الخيالي ده اللي ملوش نتيجه. بكره هتشوف يا اسماعيل بيه. على العموم انت حر، انما انا رايي انك تدور على مصلحتك وبس. مصلحته؟ ما خلاص ضاعت مصلحته يا اسماعيل بعد ما حصل الجواز. لا يا برلنتي، رفيق ضيعها من يوم ما اتصرف في حسابات اختك، وكفايه انها لغايه دلوقتي ما بلغتش ضده. انت عاوزها تحبس ابن عمها كمان؟ تقدر؟ من جهه تقدر اقول لك انا ان القانون في صفها. ديتها معروفه يا اسماعيل بيه، ديتها ان الواحد يرملها فلوسها. وما عملتش كده ليه؟ هيحصل طبعا. بطل بقى طريقتك دي يا رفيق عشان نعرف نطلعك من الورطه اللي انت فيها دي ونشوف لك حل. حل ايه بعد اللي حصل ده كله؟ هي الحرب يا اسماعيل بيه. يا سلام عليك بقى يا رفيق. مفيش مدخل للكلام في الموضوع الا بتقديم كشف الحساب لاختك وسداد المطلوب، وبعدها تقدروا تتكلموا مع جوزها. انا مستعده اسدد لها حسابها، وفي الحالة دي كمان أنا مستعد أتكلم معاها هي وهو. وأنا أرفض أمد إيدي لواحد غريب عن العيلة. مالك أنت ومالك؟ سيبك من كلامه يا اسماعيل وروح قابل هدى هي وجوزها. أنا جاي يا أستاذ جعفر بصفة رسول سلام لا أكتر ولا أقل. مرحبا بك يا اسماعيل بيه في بيتك التاني، وتقدر تعتبرني ساعي للخير تحت جناحك. يعني أفهم من كده أن الرفيق بيه ممكن يستمر في عمله مع بنت عمه؟ شوف، أنا متفق أنا وهدى إني مش هتكون لي أي علاقة بإدارة أملاكها، وده معناه إنها محتاجة للشخص اللي يقوم بالمهمة دي سواء كان ابن عمها أو غيره. برضو أنت لك رأيك في الموضوع ولو بصفة استشارية. طبيعي، لو تسألني لازم أجاوب. ويا ترى هي سألتك عن رأيك في الخلاف ده اللي بينها وبين ابن عمها؟ ضروري طبعا نكون اتكلمنا فيه من قبيل الدردشة. أنا كان رأيي إن ابن عمها أولى من الغريب، إنما بكل أسف بقى الظاهر إن رفيق بيه حاطط العقدة في المنشار. إذا كان حساب الموالح هو العقدة يبقى محلولة. الحساب ده موجود ويقدر يقدمه فورا. رفيق خليها خلي يا اسماعيل بيه، وانت عارف البير وغطاه. قولي طلباتك ايه وانا مستعد اطالبه بيها. اولا انا عاوزه اناقشه في حساب الموالح. من حقك. ثانيا يديني حساب الايرادات كلها ويفسر لي ازاي رصيدي في البنك انسخط زي ما لقيته. وانا متعهد لك بالتسويه اللي ترضيكي. تسوية ايه اللي بتقول عليها دي يا اسماعيل بيه؟ التسوية دي لابد منها اذا كنت عاوز الازمة تفوت بسلام. انا لا يمكن اخضع لارادة شخص غريب جاي يتحكم فينا وفي املاك جدودنا. جوز هدى ملوش دخل في الموضوع، وبالعكس الجدع ده برهن على انه نبيل وابن ناس. طب وكشف الحساب اللي بتقول عليه ده مين اللي هيراجعه؟ صاحبته هي اللي هتراجعه. امال جوزها ده يبقى ايه؟ طرطور؟ امرك عجيب قوي يا رفيق بيه. تسمح سعادتك تشيل ايدك من الموضوع؟ بركة يا جامع. مش كده يا رفيق، امال ريحوا انتوا روحكوا وسيبونا نتصرف. انا هعرف احط الولد صبي المغني ده في مكانه. منين الاعلان ده يا جعفر؟ ده من المحكمة الشرعية. لازم من رفيق وشركاه. لا، رفيق لوحده. عاوز مني ايه؟ هقولك حالا. يمكن بيطالبني بنفقة. لا يا ريت. امال عاوز مني ايه؟ شوفي، دول قضيتين. نمرة 1 عاوز يحجر عليكي للسفة. ايه؟ ونمرة 2 بيطالب بالتفريق بيني وبينك. الله يخيبه البعيد اكتر ما هو خايب. قال بيقول ان انا مغني فاشل. والله ما فاشل وضايع الا هو. هتبتدي المتاعب اللي انا كنت عامل حسابها. ولا يكون عندك فكرة ابدا يا جوجو يا حبيبي. انا عامل عليك انت يا هدى. انت شايف ان انا اتأثرت ولا اتهزيت؟ اسمعي، انا هكلمك بلغة الموظفين. استقالت اهي بين ايديكي، مستعد ابعد عنك اذا كانت علاقتنا هتسبب لك اي احراج. خص عليك يا جوجو. انا غرضي انك ما تحمليش اي هم بسببي. انا ما كنتش اتصور ابدا ان الافكار دي ممكن تخطر على بالك. الحق عليا يا هدى، الحق عليا. طيب سحبت كلامي. شوف لنا بقى واحد محامي يترافع عنه، وانا مستعد ادفع له من جنيه ل1000. القضية مش مستاهلة. انا عندي واحد محامي اعرفه اسمه الاستاذ سرياوسي، لما نديله 50 جنيه هيبوس ايده وشه وظهر. وقبل كده عاوزينه يرد على رفيق ببلاغ ضده للنيابة يتهموا فيه بتبديد الإيراد. لا، ده إجراء خطير وملوش لزوم في الوقت الحاضر على الأقل. طب نشوف رأيه إيه في القضية. رأيك إيه بقى يا أستاذ سرياوسي؟ الموقف كويس قوي حسب كلامك، لكن مش هقدر أقول لك الرأي النهائي قبل ما أطلع على مستندات الخصم. مظبوط.
وما تنساش تجيب لنا توكيل الهانم. ضروري هيكون عندك قبل الجلسة. محكمة. نادي على القضية اللي بعدها. رفيق أفندي صديق. أنا حاضر عنه. الست هدى صديق. أنا حاضر عن الست هدى. اتفضل يا أستاذ كموني. دعوانا واضحة يا سيادة القاضي، وهي في كلمات: من حيث أن السفه من علامات نقص الأهلية في الشريعة السمحاء، ومن حيث أن المدعى عليها قد ثبت سفهها من واقع تصرفاتها المعيبة. نحب نعرف هذه التصرفات. تصرفات كثيرة، نذكر منها أنها باعت من أملاكها عمارة وأطيان زراعية هذا لم يحصل. أرجو من المحكمة أن تحمينا من هذه المقاطعة. ما تقطعش يا أستاذ سرياوسي، دورك هيجي وهتقول كل اللي عندك. اتفضل يا أستاذ كموني. رصيد السيدة الثرية 0 في البنك، الأمر الذي اضطرها إلى رهن مجوهراتها ومصوغاتها عند صائغ معروف لتستبدل سيارتها بسيارة جديدة فارهة لأجل عيون العريس المحروس صبي المغني الذي يسمونه المذهبجي في عالم الغناء، بينما هي بنت الحسب والنسب كما هو معروف ومشهور. ده موضوع تاني هيجي دوره أمام الدائرة المختصة. على كل حال نحن نكتفي بهذه الوقائع، طالبين الحجر على السيدة هدى صديق للسفه الواضح في تصرفاتها إعمالا لحكمة الشريعة السمحاء. اتفضل يا أستاذ سرياوسي. الواقع أن هذه الدعوة تقوم على غير أساس من الحقائق، وإنما هي تقوم على كلام في كلام، وإلا فأين الدليل على أن السيدة هدى باعت قيراطا من أطيانها أو شبرا واحدا من عماراتها؟ سنقدم أدلتنا الدامغة إن شاء الله. كلمني أنا يا أستاذ سرياوسي. أما عن رصيد السيدة الذي تلاشى في البنك فالمسؤول عنه هو المدعي رفيق أفندي صديق الذي يأكل الأخضر واليابس بصفته وكيلا عنها يدير أعمالها. أرجو منع الخوض في هذه الأمور العائلية حرصا على العلاقات الأسرية. أرجو ألا تقاطع يا أستاذ كما لا تحب أن تقاطع. حاضر. كمل يا أستاذ سرياوسي. وأما عن شراء السيارة الجديدة فماذا في هذا التصرف إذا كانت سيارتها القديمة قد استهلكت وتوقفت حركتها، والسيدة قد اضطرت إلى رهن جواهرها لشراء تلك السيارة بعد أن أكل مالها الأفندي المدعي بصفته وكيلا لها؟ المحكمة تكتفي بما ورد في أقوال الدفاع. يتبقى أن أضيف كلمة قصيرة. اتفضل. يتبقى أن أشير مع الحقائق التي سردناها إلى الرأي الذي يذهب إلى عدم جواز الحجر على الإنسان، لأن في الحجر عليه إهدارا لآدميته، وذهاب المال خير من إهدار الآدمية. الحكم بعد 4 أسابيع. ايه مالك يا ودود؟ أنا قاعدة حاطة إيدي على قلبي. وليه؟ القضية كسبانة. أمال الأستاذ سرياوسي ما اتكلمش ليه؟ النطق بالأحكام بيكون في أول الجلسة أو في آخرها. يعني على بختي ما ينطقش القاضي بالحكم إلا في آخر الجلسة. يا ستي فرقها 2 3. يكون دمي نشف. ولا يهمك، ما تخافيش أبدا. الحق. ألو، أنا جعفر يا أستاذ سرياوسي. الله يبارك فيك. طيب بركاتك في قضية التفريق كمان. طيب هفوت عليك بعد الظهر في المكتب. مع ألف سلامة. جس ايدي كده يا جوجو. أنا قلتلك على النتيجة دي من الأول. الحمد لك يا رب، ألف حمد يا عادل يا كريم. والقضية التانية كمان هنكسبها على ضوء القضية دي. واشمعنى دي اللي غابت؟ مجلس حسبي بقى وإجراءات وشهود وحكاية. شهود ايه إذا كانوا جايبين صاحب محل في الغورية قال يقول بالزور إنه له عندي مش عارفة كام 100 جنيه. قولي لروحك بقى. ده حرامي جريء. الصنف ده موجود في كل المحاكم، فاكرين إن غباوتهم ممكن تفوت على القضاة. القضية دي كسبناها بعد ما اتنقلت من سنة أولى في الكلية، عاوزين نكسب التانية بقى وانت ما نقول سنة تالتة. يا دوب كده. لكن ليه القضايا بتغيب؟ العدل البطيء أفضل من العدل السريع. ده كلام برضو يقوله راجل بتاع قانون. الغرض هو العدل في كل الأحوال. يبقى العدل السريع أفضل. الظاهر ان انا معرفتش اعبر كويس. ايوه كده اعترف. الاعتراف بالحق فضيلة. طب انا عندي فكرة. ايه رأيك لو نخير رفيق بين تبليغ النيابة ضده والتنازل عن قضية التفريق؟ لا لا لا، انا مش معاكي.
انا عاوزه يفهم ان كل تصرفاته معانا كانت غلط في غلط، وبعدها نتصرف معاه بروح الإنسانية والتسامح. اوعى تجيب كلمة التسامح دي على لسانك. يا هدى اعملي المعروف وارميه في البحر. مش مع رفيق السافل ده. الو، اهلا يا برلانتي هانم. ايوه انا تحت امرك. حاضر، هجيلك حالا. عاوزة ايه منك قبل؟ ما قالتش. وهتروح لها؟ طبعا هروح. بيقولوا الصلح خير يا أستاذ جعفر. فعلا. يبقى نصفي بقى اللي بينكم وبين رفيق بيه. والله أنا شخصيا مفيش بيني وبينه أي حاجة. كده؟ ده أنت على كده تبقى ملاك. إذا كان عليا أنا مستعد أنسى كل إساءة. وهدى رخرة مش هترضى تعض في ابن عمها طبعا. ده بقى شأنها هي. عليك أنت كمان تتكلم معاها وتهديها. حاضر، هكلمها. غدا قلب الليل مع نجيب محفوظ، محمد متولي، عمار الشريعي، وحسين الصعيدي في قلب الليل. اللي يريحك يا هدى أنا مستعد أعمله. لا ده أنت عداك العيب يا رفيق يا ابن عمي. ساكت ليه يا أستاذ جعفر؟ قال يا داخل بين البصلة وقشرتها. اتكلمي بقى يا هدى، قولي أي حاجة يا حبيبتي. ما عنديش حاجة أقولها. إيه، عايزة تكسفينا كلنا كده يعني؟ اللي حصل ده قبل ما هو شوية. ما احنا قلنا بقى اللي فات مات واحنا ولاد النهاردة. أيوة، مش عارفة ايه في زفة ويصالحني في عطفة. على كل حال الصلح خير. والحسابات اللي فاتت قلنا احنا ولاد النهاردة يا هدى، وإذا كنت طمعانة في حاجة. ده مش طمع يا أبلة، أنا بطالب بحقوقي. حقوقك دي عندي يا هدى، أنا هسددها لك. ولا تسددي ولا تعملي حاجة يا برلانتي هانم. احنا عايزين الجو يروق ويصفى علشان كل واحد يشوف حاله. انت ابن حلال قوي يا أستاذ جعفر. ده بس من ذوقك يا برلانتي هانم. اتكلمي بقى يا هدى عشان جوزك يفضل الكلية بتاعته. قبلتك يا هدى حسست على الجرح اللي عندي. أنا موافقة على كلامكم، ومتنازلة عن الحسابات اللي فاتت، وموافقة على رجوع رفيق زي ما كان، بس من غير توكيل. وتشيلي ايدك من العمليات دي وتخليها بيني وبين جوزي. لا يا حبيبي لا، خلينا انا بعيد، ده انا تلميذ في كلية الحقوق ولا غير. انت يا جعفر زي ولاد الحواديت يعني. بتكبر زيهم في الكلية. انت بالك من سنة أولى نصنا لقيناك في سنة رابعة. أنا منساش أبدا المساعدات اللي قدمتها لي هدى. هدى هانم نعم الزوجة. أنا ما أقصدش المساعدات المالية والمعنوية، أنا قصدي إن معرفتها للغة الفرنسية اللي ما يستغناش عنها طالب الحقوق هي اللي ساعدتني على استيعاب المواد القانونية وهضمها. تقدر تقول إنها كانت الزوجة الكاملة. بالظبط. لكن أنت ما قلتليش سميت ابنك إيه؟ سميته إبراهيم على اسم أبويا. إن شاء الله إبراهيم جعفر الصغير يحقق أمال جدك في إبراهيم جعفر الكبير. عاوز حاجة يا جو؟ ميرسي يا مراتي يا حبيبتي. هانت، مفيش عندك غير بكرة والامتحان يفوت وتفوق. عارفة لو الدولي الخاص ده فات على خير أقدر أقولك إن الليسانس في جيبي. يهون ربنا. أصل الدولي الخاص مش سهل، مع إن أنا بيتهيألي إنه بطبيعته المحلية بيبقى أسهل من الدولي العام. بيتهيألك ده بيفكر عليا الالتزامات ورزالتها للدرجة دي؟ جايز أكون أنا اللي ما بستوعبوش، زي مثلا التلميذ اللي بيحب الأدب وما بيحبش الرياضة. اطمن يا حبيبي، أنا شفت لك حلم كويس قوي امبارح. خير؟ وانا حلمي ما ينزلش الارض زي ما انت عارف. خدوا بالكم من حبايبكم. وبناء عليه هنبه على رفيق ما يسكنش الشقه اللي فاضيه في عماره باب الخلق عشان تعملها مكتب باذن الله. فكرتيني، انا ما اديتكيش الكشف اللي انا عملته. كشف ايه؟ شوف يا ستي اهو، ده بقى كشف اجمالي بديونك عندي. قطعه من فضلك. لا من فضلك، احنا متفقين على كده.
ولازم ارجع لك كل اللي صرفتيه علشان اكمل تعليمي، وكمان اللي صرفتيه على البيت من يوم ما اتجوزنا. كأنك بتعمل فرق بيني وبينك. ابدا يا حبيبتي، انا بعمل كده ارضاء لشعورك. شعوري راضي والحمد لله، بعد ما عرفت فيك الزوج والأخ والحبيب طول السنين ال4 اللي فاتت. طيب خليه ارضاء لشعوري انا. موافقة، بس خليه لغاية ما تفتح المكتب وربنا يفتح عليك وتقدر تسدد المبلغ مع ما يستجد. كده كويس. وتبقى تعمله باسم إبراهيم ابننا مش باسمي. قوليلي ازاي دلوقتي؟ في 7 نومة كده. طيب نوم العوافي. هقوم انام انا كمان، والنبي بصحيني بدري علشان اراجع الكتاب كده مراجعة سريعة. مبروك يا استاذ جعفر. متشكر قوي يا شكرون. نقول عقبال الدكتوراه. هعمل بيها ايه الدكتوراه؟ انا هشتغل محامي وهتبقى قدامي الفرصة الحقيقية علشان استوعب مواد القانون بقى. تعمل لنا بقى يا عم حفلة يوم افتتاح المكتب. بالمناسبة يا شكرون، انا عايزك تبعت لي القسط النجار اللي تحت بيتك علشان يعمل لي الموبيليا اللازمة. القسط ابو النصر؟ ده راجل دقي من بتوع زمان وهيعمل لك طلبك حسب الاصول. خلاص تديه بقى عنوان البيت هنا وتقول له يفوت عليا بكرة الصبح. انت مش هتيجي بكرة تصلي الجمعة في الحسين؟ طبعا، دي عادة ما احبش اقطعها ابدا. تفوت عليا انت بقى وتقول للقسط ابو النصر على طلبك. شوف يا اسطى ابو النصر. ايوه بيه. انا عايزك تعمل لي 4 اوض. مكتب ليا. ايوه. ومكتب للوكيل والكتبه. واستراحه للستات واستراحه للرجاله. هتفضل عندك اوضه فاضيه. طيب نعمل بقى اوضه للوكيل لوحده، والاوضه ال5 نعملها للكتبه والمكنه. والاسطى ابو النصر مننا وعلينا وهيخدمك. انا مستعد اخدم بعناية. يكلفوا كام ال5 اوض دول يا اسطى؟ والله ده حسب الرسومات اللي تختارها سعادتك. عندك الرسومات دي؟ موجودة تحت الأمر وأنا عارف العنوان. توديهم البيت بقى يا اسطى، وبينا يا أستاذ عشان صلاة الجمعة يا دوب. من هنا يا أستاذ. على فين؟ الله، انت ناسي ان العربية مستنية عند الأزهر؟ انت برضه عاوز تاخدني معاك؟ ودي حاجة جديدة، احنا مش بنصلي سوا وبنتغدى سوا كل يوم جمعة؟ ولا انت عايز تقطع العادة؟ ما انت قلت لي ان سمير صاحبك هيتغدى معاك. وفيها ايه؟ سمير عبده زميلي من سنة أولى في الكلية وإنسان كله ذوق وأدب. أدب ايه يا اخويا اللي عنده ده عنده أدب ده. ايه انت شفت منه حاجة كده ولا كده؟ والله تعفيني من الموضوع ده. لا انت اللي فتحته عليك تسده. يا جعفر انت راجل ذكي ومتعلم ومش محتاج لواحد زيي عشان يفتح لك عينك ويخليك تشوف اللي حواليك. يعني ايه؟ يعني انا مغفل للدرجة دي؟ انا واثق ان الحقيقة هتنكشف لك في يوم من الايام، بس انا حبيت انبهك. لا انا مش معاك في شكوكك دي يا شكرون. لا، سمير ده كان دايما الاخ المخلص على مدى السنين اللي عرفته فيها. جايز اكون انا غلطان، او يمكن بتفسر بعض التصرفات على غير المقصود منها. ارجو. طيب قوم بقى معايا. الله، انت قاعد لوحدك هنا ليه يا شكرون؟ اوضه الصالون حر شويه. ده سمير بيسأل عليك وبيقول هو الاستاذ شكرون زعلان مننا ولا ايه؟ طيب شويه كمان وحاجي. جماعه بيسألوا على حضرتك يا استاذ. فين هم؟ تحت عند البواب. وما قالوش مين؟ الاسطى ابو النصر النجار ومعاه واحده عربويه اسمها مروانه. مروانه؟ روح انت يا ام حسين وانا هنزل اشوفهم عاوزين ايه. جالك الموت يا تارك الصلاه. ولا موت ولا حاجه، انا هعرف ازاي اتصرف مع بنت اللذينه دي. انا مش فاهم هي عايزه مني ايه. ما يكونش عندك فكر. روح انت عند مراتك وسيبنا انا اتصرف. طب اسمع شكرون، خد ال10 جنيه دول علشان تزحلقها بيهم. ازيك يا مروانه؟ يسلم زيك. حالا حفظلك يا اسطى ابو النصر. على اقل من مهلك. خد يا مروانه ال10 جنيه دول، بعتهم لجعفر افندي. كان بدي اقابله وهو كمان كان بده يقابلك لكن مش قادر عشان عيان. سلامته؟ عيان قوي، وهتنقله الاسعاف من هنا لاسكندريه عشان يروح للحكمه في بلاد بره. الله يشفيه. يسمع منك. عاوز ابقى اسال عليه لكن ماني عارفه الطريق للسرايا دي. تبقي تفوتي على الاسطى ابو النصر وهو يجيبك. خليتكم بعافيه. مع السلامه. ايه الحكايه؟ الحكايه طويله
وتاني مرة ما تسألش عن العربوية دي. عدم المؤاخذة يا أستاذ شكرون. الحمد لله فاتت على خير. الحمد لله. اديني بقى الرسومات وأنا هفوت عليك بعد الظهر أقول لك على المطلوب وأديك العربون. كتر ألف خير. تعمل حسابك إن الأستاذ جعفر عاوز يفتح المكتب قبل أول سبتمبر. يفتحه في الميعاد بعون الله. مكتب مبارك يا جوج. الله يبارك فيك. لكن انت ما قلتليش تليفونك نمرته كام؟ 55-102. استلم مكتبها. الو، مكتب الاستاذ جعفر الراوي. انا حافظ وكيل المكتب. لحظة واحدة يا هانم. الو، الهانم على التليفون. البي معاك يا هانم. هتيجي امتى؟ عاوزاك عشان رفيق هنا ومش قادرة اتفاهم معاه. تحب ابعتهولك المكتب؟ طب تحب يجيلك البيت امتى؟ مش عارفة اتصرف انا بقى ازاي. طب اللي تشوفه بقى. مع السلامة. المركب هتغرق ومش هتمشي الا اذا بعد عنها جعفر بتاعك ده. اقعد اعوج واتكلم عادل. انا كده عاجبك ولا لا؟ انت لا تعجبني ولا تعجب غيري. ليه؟ ما نشبكش؟ طبعا لا. خليكي نايمة كده في العسل وخلي سيجوجي بتاعك يصرف فلوسك بره لغاية ما يفلسك. انا راضية، لكن احنا ما نرضلكيش الغفلة اللي انت عايشة فيها دي. اطلع انت منها بس. انا بقوم بالواجب اللي عليا وبس، وهقوم بيه لاخر لحظة في حياتي. احنا مش في كده دلوقتي، وزوغانك ده مش هيشغلنا عن الموضوع اللي بنتكلم فيه. حسابك هو اللي قدامك في الورق ده، ما عنديش غير كده. نتحاسب بقى بطريقة تانية. اختاري اعلى ما في خيلك واركبيه. كلام ابن عمك ده هدى معناه انه مسكين. وهنسكت لغاية امتى؟ لغاية ما يقول لنا ملكوش حاجة عندي. انت ما ناقشتوش في الكشف اللي قدمه؟ مش راضي، لا عاوز حد يسأله ولا حد يناقشه. طريقة جديدة دي. وعشان كده انا المرة دي مش هعتقه. ايه هتعملي له ايه؟ هبلغ النيابة ضد. لا 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 لا، ملوش لزوم الاجراء ده. اسكت انت بقى وحياة ابوك. احنا قدامنا اجراء تاني الطف وبرضه هيدي النتيجة اللي احنا عايزينها. نعمل ايه؟ نعفيه من العملية ونسندها الحافظ وكيل المكتب نظير مكافأة سنوية. انا موافقة. وفي نفس الوقت تكون برضه عندنا إنسانية ونصرف له المرتب اللي بياخده برضه زي بعضه، عشان ما حدش في العيلة تبقى له حجة. اعرضي عليه الحل ده بقى. ايه الكلام الفارغ ده يا ست هدى؟ انا مش شحات علشان تقولي لي الكلام ده. العفو يا فندم. تريقة مش عايز. والله انت حر بقى. طيب اذا كان ولا بد تدفعي لي 50 جنيه في الشهر. طب سلمني الفواتير والاوراق اللي عندي. الاوراق دي كلها ملكي ومش هفرط فيها. هاودني يا رفيق، بلاش العند ده عشان اخرته مش كويسة. بتهدديني حضرتك؟ لو كانت نيتي وحشة كنت قبل كده حاسبتك بالقانون. يمكن بيتهيالك انه جوجو بقى محامي بحق وحقيق وهيدور يحبسلك في الناس ويشنى. ما تظلموش، عشان نيتك الوحشة دي هترجع عليك. انت مغشوشة فيه قوي، ده شخص جبان مش قادر يهوب ناحيتي علشان خايف من انتقامي. تقول له بقى الكلام ده. هقوله. بتضحك حضرتك؟ انت مش شايفة ان كلام ابن عمك ده يضحك؟ يضحك ويبكي كمان. الخلاصة انه انسان مسكين. تقول انت عليه مسكين وهو يقول عليك انك جبان. خليه يقول زي ما هو عاوز، بس مش على حساب حياتنا. انا عايزك ترتفعي فوق الصغائر دي. ارتفعت لما بقيت زي البالونة اللي سابت من ايد عيل. عاوز انزل اعيش بين الناس اللي بيحسوا بكرامتهم. حيرنا الانسان التافه ده، ومش هنطلع من حيرتنا دي الا بالقانون. يعني ايه؟ عايزاني اشتكيه؟ ما بقاش قدامنا غير كده. انت عايزه اختك تقول عليا بيتعلم المحاماه في ابن عمنا؟ اتصرف انا بقى بعيد عنك. اوعى يا هدى. اوعى انت من سكتي.
مساء الخير يا أستاذ سرياوسي. مساء الخير يا ست هانم، اتفضلي. إيه رأي حضرتك في موضوع ابن عمي ده؟ مش هو اللي كان عامل لك قضايا الحجر والطلاق؟ هو رفيق. طيب قبل ما أسألك عن التفاصيل اللي ما اتسعش لها الحديث في التليفون، أحب أعرف ليه الأستاذ جعفر ما قامش بالمهمة دي؟ الأستاذ جعفر بيعتبرها مسألة عائلية، مش عاوز يتدخل فيها. عنده حق. وهتعمل لنا إيه حضرتك؟ مفيش غير النيابة، هي اللي هتضع حد للعبث ده. عاجبك اللي حصل ده يا أبلة برلانتي؟ حصل ايه يا رفيق؟ جوز اختك بلغ النيابة ضدي. ايه؟ مش معقول جعفر يعملها. واكد لك ان هو اللي عملها، بس بطريق غير مباشر. يعني مش هو اللي بلغ النيابة المحامي اللي اسمه سرياوسي، المحامي اللي كان ضدي في قضية الحجر. ما تتهمش جعفر. هو ده اللي عملتها، لكن عملتها بعلمه طبعا. طيب اطلبوا لي في التليفون، هو يكون في المكتب دلوقتي. نمرته كام؟ 55 102. حاضر. اتفضلي. الو، مساء الخير يا استاذ جعفر، انا برلانتي. اهلا بيك. قول لي ايه حكايه البلاغ ده اللي عملته ضد رفيق؟ ايه يعني هدى راحت للمحامي من وراك؟ برضه كنت تقدر تمنعها، على الاقل تقدر تتصل بالمحامي وتقول له يسحب البلاغ. طب ما تنساش تطلبه تاني لو سمحت، ده وعد يعني. طب يا استاذ متشكره قوي، مع السلامه. ايه ده يا أبلة، انتي بتصدقي كلامه؟ خليك مع الكذاب يا رفيق. يا أبلة، الشخص اللي عاش عالة علينا السنين دي كلها واللي لسه عايش عالة علينا لا يمكن يكون عنده شرف ولا ذمة ولا كرامة. الكلام ده فات اوانه يا رفيق بيه. طب انا بقى هثبت لك ان جعفر ده جبان، وان هو اللي زائق هدى علشان تعمل بلاغ نيابة بعيد عنه. قال يعني هو ملوش دعوة بيه. الراجل قال انه هيتصل بالمحامي وهيفضها. يا أبلة يا أبلة، ده بيضحك علينا وبيقول انه مش لاقي المحامي في مكتبه علشان يفوت الوقت، وابص الاقي نفسي واقف قدام وكيل النيابة متهم. حتى في الحالة دي يا رفيق في ايد هدى تتنازل عن البلاغ. وانا ايه اللي يخليني استنى لما اقف الموقف المحرج ده؟ انا هلحق واخلي الولد جعفر ده يتصل بالمحامي بالامر. انت جاي تهددني يا رفيق بيه؟ وهدد ادخن منك كمان. طب اقعد الاول لغايه ما اجيب لك سطل خروب علشان يبرد نارك شويه. الخروب ده تشربه انت علشان يزيدك برود. لا، لم لسانك شويه. لا، ده انت لسه لك عندي كلام كتير قوي. انت عرتنا وضيعت شرفنا. شرفك انت ولا شرف العيله؟ لو كنت راجل صحيح ما كانتش مراتك هدى تستغفلك مع صاحبك اللي اسمه سمير. امشي اخرج بره يا كلب. خوفتني يا سي جعفر يا فندم. بقول لك اخرج بره احسن لك. مش هتنقل من هنا الا بعد ما تكلم المحامي وتقول له يسحب بلاغ النيابه. مش هيحصل، لان المجرم اللي زيك لازم ياخد جزاته. انا مجرم يا كلب يا حقير، يا اللي انت عايش سفلقه من مالنا ومال كدودنا كده؟ طب انا هخليك تخرج من هنا وانت شايلينك عن نعالك. غدا قلب الليل مع نجيب محفوظ، محمد متولي، عمار الشريعي، وحسين الصعيدي في قلب الليل. انده البوليس والنيابه يا حافظ، اضرب لهم تليفون. المرحوم كان خلص يا ست هانم قبل النيابه ما توصل. وازاي الحكايه دي حصلت؟ انا ما شفتش حاجه، انا سمعت صوت الرصاص وانا قاعد في مكتبي. ايه النصيب. عاوزين محامي ولا 2 مع الاستاذ سرياوسي. نوكل عبد العزيز باشا حلمي كمان، وتقول للاستاذ سرياوسي يعمل لنا معارضه في الحبس. هو عمل المعارضه فعلا لانه عنده توكيل قديم من الاستاذ جعفر. تسمح تيجي معايا عشان اروح اتفق مع عبد العزيز باشا؟ تحت امرك، ده الاستاذ جعفر اكتر من اخويا وانت عارفه. نفوت على عبد العزيز باشا ومن هناك على مكتب الاستاذ سرياوسي عشان يقول لنا احنا فين. انا قدمت المعارضه في الحبس. قال لي الاستاذ شكرون، لكن ما اقدرش اقول لك ان النيابه هتوافق لان الاستاذ معترف بالقتل. انا عارفه ده كان مخبينا فين، وانا في الحقيقه ما اقدرش اوعدك بالبراءه، لكن ما فيش شك ان ظروف القضيه هتخفف الحكم. دي المصيبه.
والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مش ممكن أروح أزوره في الحبس. ممنوع يا هانم، ممنوع منعا باتا. أمال ياكل إزاي ويشرب إزاي؟ في متعهد للحاجات دي يا ست هانم، نديله الفلوس وهو يقدم له طلباته. وهستنى كتير لغاية الحكم؟ ما افتكرش، القضية واضحة وما فيهاش أخذ ورد. وفي تقديرك كده يا أستاذ هيحكموا بإيه؟ مش هيزيد الحكم عن 5 سنين. 5 سنين؟ 5 سنين مش هشوفك يا حبيبي. شوفي يا ست هانم، في زيارات كل يوم جمعة. وعيش لوحدي السنين دي كلها يا ام حسين، ده البيت من غيره خرابة. ربنا يصبرك يا ست هانم. دول 5 سنين مش 5 أيام. الأيام بتجري وبكرة يرجع لنا الأستاذ ويرجع معاه الهنا والفرح. مش قادرة أخد نفسي يا أم حسين. ألف بعد الشر عليك يا ست هانم. زي ما يكون قلبي هيطبق علي. أضرب تليفون للدكتور؟ ملوش لزوم، بس افتحي البلكونة. حاضر. يا أم حسين، ده الأستاذ شكرون. قولي له اتفضل. اتفضل يا أستاذ شكرون. شد حيلك يا ست هانم. متشكرة يا ست هانم، أنا هكون في خدمتك في كل لحظة لغاية ربنا ما يفك سجن الأستاذ. تعيش يا أستاذ. وإذا كنت تحب تقولي حاجة للأستاذ أنا بلغها. أنت ناوي تزوره؟ يوم الجمعة الجاية إن شاء الله. وتعمل لنا ترتيب نزوره الجمعة اللي بعديها. ما تجيبليش السيرة دي يا شكرون، مش عايز حد منهم يشوفني في الحالة دي. انت مالكش حق ابدا يا جعفر. والله لو حد منهم جاي هنا هنتحر. تنتحر بايه؟ لو ما لقيتش حاجة هشرق نفسي ولا حتى ارمي نفسي من فوق سطح السجن. انت فاهم ان السجانين بيلعبوا هنا؟ يا اخي فضنا من السيرة دي بقى. انت مش عايز تشوف ابنك؟ ازاي يا ابراهيم؟ كويس قوي. شفته امتى؟ شفته يوم الثلاث. هو ده بالذات اللي انا مش عاوزه يشوفني في بدلة السجن دي، ولو انه لسه ما بيميز. كنا عاوزينك تاخده وتروح تزور جدك. تقدرون فتضحك الاقدار. وجدك دلوقتي في ايامه الاخيره. يا سيدي ربنا يرحمه ويسامحه. قول لي بقى ان كنت عاوز حاجه، لان ميعاد الزياره قرب ينتهي. مش عايز حاجه، ويمكن مش هتصدقني لما اقول لك ان انا مبسوط كده يا شكرون. المهم ان الروح المعنويه دي ما تفرقكش. اللي ناقصنا يا شكرون ان انا ما بقراش جرايد. ليك عليا الخص لك اهم الاخبار كل ما اجي ازورك. طيب ابتدي بقى. خبر الاسبوع ان النحاس باشا الغى معاهده 36. والله برافو عليه. قال في مجلس الشيوخ انا اللي مضيت هذه المعاهده وانا اللي بلغيها. عمل طيب، يجب ان احنا نذكره الراجل. طيب افتكر بقى لا اكون عاوز حاجه قبل ما امشي. والنبي تبص لابراهيم، بص لابراهيم يا شكرون، بس ما تجيبلوش سيرتي على لسانك. انتهت الزياره يا حضرات. طيب يا اخوي نشوف وشك. عملت لنا ترتيب الزياره يا استاذ شكرون؟ ترتيب الزياره سهل، المشكله ان الاستاذ جعفر حط لنا العقده في المنشار. ازاي؟ مش عاوز حد منكم يشوفه وهو في الحاله اللي فيها دي. ملوش حق الاستاذ يا سي شكرون، عشان هو اسم الله على مقامك لا سرق ولا نهب. ابراهيم هو بالذات اللي بيأكد على عدم زيارته. وس ابراهيم يعرف ايه لسه. بلاش ناخد ابراهيم ويانا. على كل حال الزياره دي مش هتنفع الا اذا عملتهم مفاجاه. مفاجاه ازاي وهي لازم بتتعمل لها ترتيب مع مأمور السجن؟ يتعمل الترتيب معاه بقى. اضرب له تليفون واستفهم منه. الو. ايوه انا المأمور يا فندم. مين في السجن ما يعرفش الاستاذ جعفر؟ اقترح حضرتك وانا مستعد انفذ رغبتك في حدود القانون. ممكن كده؟ تيجي حضرتك وانا ابعت له يجي عندي هنا في المكتب. العفو يا هانم. قدرتي الحاجة يا ام حسين؟ كل حاجة جاهزة يا ست هانم. عملتي الشركسية؟ أول طاسة على راس العمود. كأننا هنسيبهوله. هو ده اللي هيصعب علينا يا ست هدى. أصل أنا مش عارفة النظام عندهم إيه في السجن. مهما كان البيه مأمور باين عليه ابن حلال وهيهول لنا الصعب. ناقص السجاير. السجاير أمرها سهل نشتريها وإحنا في السكة. طب يلا بينا عشان نلحق نرجع قبل إبراهيم ما يرجع من الروضة. اتفضل يا ست هدى صديق. استريحي يا هانم، هنبعت ننده له حالا. اقعدي عندك يا ام حسين. حاضر. افندم سعاده البيه، تجيب لي المسجون جعفر ابراهيم الراوي. حاضر يا فندم. جعفر ابراهيم الراوي. ايوه شويش تاني. قرب عندي هنا. نعم. البيه المأمور عاوزك في مكتبه. وعاوزني ليه يا ترى؟ في واحدة ست هناك يظهر جاية تزورك ومعاها واحدة خدامة شايلة من خيرات الله. لا 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 جعفر استنى يا جعفر. يا راجل
فين المسجون يا عسكري؟ المسجون هرب يا فندم. هرب؟ هرب ده ايه؟ بسرعة اعلن الطوارئ. تعال يا جعفر. افندم. ايه اللي عملته ده؟ يا بيه انا مش عايز حد من اهلي يشوفني في الظروف دي. ده مش سؤالي. سؤالي انت رحت فين واستخبيت فين؟ انا ما استخبيتش، انا طلعت السطح من السلم اللي على يمين الممر ونزلت من السلم اللي على الشمال. ونقول ايه للست بتاعتك اللي افتكرت انك انتحرت؟ ما تقولهاش اي حاجه، خليها كده على عماها. يعني هتعيش المده هنا من غير ما تشوفها ولا تشوفك؟ ولا هشوفها بعد ما اقضي المده، وملوش لزوم تقليب المواجع لو تسمح سعادتك. هيبيعوا هدومك يا براوي. ايه المناسبه؟ لوايح السجن كده، المساجين اللي عليهم احكام طويله بيبيعوا هدومهم بدل ما تاكلها العته. ولما الواحد يخرج يعمل ايه؟ اهله بقى يجيبوا له هدوم جديده. طب واللي ملوش اهل؟ يصرفوا له جلابيه من بتوع المستشفى. ودي حوسه ايه دي يا ربي؟ اقدر انا احوش لك بدلتك من التاجر اللي هيرسي عليه المزاد. طب وهتعرفها ازاي؟ عندنا نمره الحرز. يبقى كتر خيرك. لكن انت ايه اللي هيحوجك لكده؟ انا شايف الست قريبتك جايه لك في عربيه طولها 10 امتار. الناس اسرار يا شاويش نجدي. تدفع بقى ربع جنيه وانا احوش لك البدله. اديك الربع جنيه بس اصبر عليا اليوم الزياره. مبروك مبروك الافراج يا استاذ جعفر. حضرت البدله معايا اهي، هي والغيار كمان. اتفضل. الله، دي مش بدلتي يا شاويش. الله، هي دي اللي كانت في الحرز. لكن دي بتاعت واحد قصير قوي ما يجيش نص طولي. يعني الواحد احسن يمشي عريان ولا يلبسهاش ويبقى مسخرة وفرجة. انما انا فاكر ان واحد صاحبك كان زمان بيجي لك كل جمعة. كان. اديني عنوانه وانا اروح له وخليه يجيب لك الهدوم اللي تلزمك. مستعدين تضيفوني هنا لغاية ما توصل الهدوم دي؟ البيه المأمور بيقدرك وبيحبك ويمكن يسهلها لك. انا شخصيا ملقاليش عين اطلب منه طلب بايخ زي ده. اجيب لك بقى جلابية المستشفى اهي تسترك لغاية ما يحلها ربنا. احسن من البدلة المسخرة اللي انت جايبها دي. على الاقل ما حدش هيبص لي وانا ماشي في الشارع. ده انت يا استاذ جعفر زي اللي بيقولوا عليه مقطوع من شجرة. انا كده فعلا. ما بقاليش في الدنيا غير صاحبي شكرون اللي كان بيزورني هنا، وهخرج من هنا ادور عليه. نعم. مش هنا بيت الاستاذ شكرون المغني؟ ايوه هو ده. سافر من يوم احنا ما سكننا في الشقة هنا، يعني من 2 وزيادة. سافر فين؟ انا سمعت صاحبة البيت بتقول انه راح مراكش وقعد هناك على طول. يا حضرة بسرعة الشاي. اهلا وسهلا. انا بشبه من غير تشبيه. انت تقرب للاستاذ جعفر الراوي. وانت تعرف جعفر الراوي؟ انا كنت بشتغل وكيل لمكتبه اللي كان في باب الخل. الظاهر انك ذكي ومش ذكي. عدم المؤاخذة اذا كنت غلطت في حاجة. لا ابدا. امال ايه تفسير اللغز ده بقى؟ انت لما قلت انك بتتشبه كنت ذكي ولماح، وكمان كنت مش ذكي لما تصورت اني واحد يقرب لجعفر الراوي حفيد سيد الراوي ويقدر يمشي في السكة الجديدة وهو لابس جلابية بالشكل ده. العتب على الكلام اللي بيقول يخلق من الشبه ل40 وخلاني اجري وراك واسألك السؤال البايخ ده. لا ولا بايخ ولا حاجة يا حافظ. انا يا سيدي جعفر الراوي بلحمه وشحمه. مش معقول ابدا اللي انا شايفه ده. مش معقول ازاي؟ ده انت شايفه بعينيك اهو. الله،
ايه اللي جرى في الدنيا يا ناس؟ سيدي اللي يجرى على الملوك ممكن يجرى على الرعية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يصعبش عليك غالي يا أبو الغيط. سلام. طب ممكن سعادتك تتكرم وتزورني في البيت؟ وأفوت عليك تعمل لي؟ انت مش فاكر سعادتك انك جبت لي بدلة يوم ما فتحنا المكتب؟ والله الحقيقة ماني فاكر حاجة. البدلة دي موجودة عندي، ما لبستهاش غير مرة واحدة يوم الحادثة اللي حصلت في المكتب، وبعدها اتشائمت منها وشلتها في الدولاب. الله، تضحك ليه سعادتك؟ بضحك عشان خايف أكون أنا شؤم على البدلة. مصيرها تتعدل يا بيه. على رأيك. اديني بقى سعادتك العنوان وأنا أجيبها لك لحد عنك. دمك خفيف أوي يا حافظ. في مانع سعادتك تديني عنوانك؟ المانع يا سيدي إن أنا ما عنديش عنوان. طب تتكرم سعادتك وتفوت عليا في بيتي. يا أتكرم. عنواني ما يتوهش، أول سعادتك ما تخش في غيط العدة. مش العنوان القديم برضه؟ هو بعينه. لا ده أنا فاكره كويس أوي. سعادتك تشرفني في أي يوم من 3 ل5. هاجيلك يا حافظ. هاجيلك علشان الجلابية دي بتخلي الناس يتعالوا عليا ويبعدوا عني، مع إنها في نظري أنسب لبس لبلدنا. نداريهم ونخلص. طيب أنا هفوت عليك النهاردة. نشوفك بخير يا بيه. مع السلامة. تعالى هنا يا راجل انت. تعالى إيه؟ تعالى معايا. عايز تعمل بيا ايه؟ قدامي على الاسم. ليه يا ابني؟ عشان ماشي تشحت. انا والله ما شحت. اذا كنت انا بقى شايف بعينيا دول الراجل ده وهو بيمدلك ايده بحاجه. ده مدلي ايده بالسلام، فاذا كان السلام عندكم شحاته ابقى انا بقى شحات. كفايه غلبه بقى وامشي قدامي. الله، على فين؟ على الاسم وبعدين على النيابه. الراجل ده يا بيه مسكناه بيشحت في شارع السكه الجديده. وشرفك ما حصل يا بيه، ما وشرفك. تحلفش بشرف البيه يا كذاب. يا بيه انا ظروفي سيئه جدا، ولو اقدر امد ايدي لخلي الله والله ما اتاخر. يا بيه صدقني. تمد ايدك بس للمعارف؟ يعني شحات ملاكي. القانون ما فيهوش حاجه تمنع الغلابه من ممارسه هذه العمليه. انت ما بتشتغلش؟ لسه على فيض الكريم. ايوه، وده يثبت يا بيه انه كمان بيشحت ساعه ما مسكته. وشرف البيه ما حصل. قلنا لك ما تحلفش بشرف البيه وتطلعني كذاب. وهو ده اخر شحات في البلد يا شاويش فرج الله؟ مفيش اكتر منهم يا سعاده البيه. منين ما تروح سعادتك تلقاهم في سكتك يا سيدي. بالزياده واحد بقى اللي تشوفه سعادتك. وانت اسمك ايه؟ جعفر. طيب يا عم جعفر، روح انت مع السلامه، ويبقى افضل لو تشوف لك شغله بدل الشحاته الملاكي دي. دي خلاصه قصتي من يوم ما وعيت لغايه ما جيت في الوزاره اطالب بحقوقي في وقف جدي. بس يا استاذ جعفر في نقطه غامضه في القصه دي. انا مستعد اجاوبك على اي سؤال. ما قلتلناش ازاي انقطع حبل الود اللي كان بينك وبين الست اللي كنت متجوزها، وازاي هي ما تسألش عنك بعد الحب الكبير اللي عرفناه ده. وده مراتي تعيش انت، ماتت وانا في السجن. طب وعرفت منين؟ رحت الحلمية، لقيت الفيلا بقت مطرحها عمارة، وعرفت انها ماتت قبل ما تمم سنة في السجن. وابنك راح فين؟ ابن ابراهيم عايش مع خالته. ما شفتوش ابدا؟ ولا هشوفه. غريبة. انا اصلي بضحي بقلب الاب علشان كبرياء الابن. بس برضو الواحد يحب يطمن على ابنه ولو من بعيد لبعيد. هو ده اللي بيحصل. ابراهيم النهارده وكيل نيابة. شيخوخة غير سعيدة يا استاذ جعفر. يا سيدي ما يصعبش عليك غالي. اسمع بقى، تكتب لي الطلب وانا همشيهولك بسرعة في الوزارة. طلب ايه؟ طلب المساعدة اللي قلت لك عليه يا اخي. لا اسمح لي يا عزيزي اقول لك ان ده منطق معكوس. ازاي انا اطلب مساعدات من ايرادات انا صاحبها الحقيقي؟ ما تبقاش راسك ناشفة. الحالة دي زي اللي بيقولوا عليها بالظبط
يبقى البيت بيت ابونا ويجوا الغرب يطردونا. يا اخي خد لك قرشين يساعدوك على ايجار سكنك ولقمه تاكلها. انا مش لسه قايل لك ان انا ساكن في خرابة بيت جدي؟ مش واخد بالي. ما هي بيت جدي ده نزلت عليه قنبله هدمته في اول الحرب. ده ادعى الى انك تقبل مساعده الوزاره. لا يفتح الله، انا هكتب لك انا الطلب بايدي. ارجوك والنبي يا استاذ تقفل الموضوع ده نهائيا. اسمع بس عن اذنك. رايح على فين؟ رايح انام. تنام في الخرابه؟ ما انا مش هيجيلي نوم الا هناك. ايوه هناك في قلب الليل.